الفيلم كيبدا على البطل ديالنا ايان وباه بيسينتي. ايان واحد الشاب اللي عنده واحد القوه خارقه اللي غيرونها في هذا الفيلم ديال بصح. كنشوفوا هنا بيسينتي وولدو ايان قصدوا واحد سوبر مارشي باش يسرقوه. باه دخل يسرق المحل وايان كيستخدم الخدعه ديالو باش يتحكم في السيده باش ما تردش ليهم البال. وهنا كنشوفوا ايان جبد الفلوس باش يشري شي حاجه خفيفه باش يخلي السيده ما تشك حتى في شي حاجه. وفي نفس الوقت بيسينتي غيهرب داك الشيء اللي سرق. وهنا غيدوزو شي بنات على غفله صدق ايان ناسي راسو وفقد التحكم في السيده، والسيده غترد البال باللي شي حاجه مشات من المحل. هنا عرفت باللي تسرقات وخرجت باش تتبعهم. هنا ايان استخدم الخدعه ديالو، جبد السلاح ووهمها باللي تيرا فيها وهي طيح في الارض. وهنا كنشوفوا بيسينتي وايان ركبوا في السياره وهربوا. جاو البوليس شافوا السيده طايحه، ملي مشاو لعندها تصدموا لقاو السيده ما فيها حتى حاجه. وهنا غتقول لهم باللي تعرضت للسرقه، والبوليس تحركوا دغيا تبعوا السياره ديال بيسينتي وايان. وهنا كذلك ايان غيستخدم الخدعه ديالو، غيوهم البوليس باللي هما في السياره اخرى وغيبان باللي شادين طريق مختلفه. وهنا البوليس ما فهموا والو، تصدموا، تخيلوا باللي هما بدلوا السياره وركبوا في السياره مختلفه وبقاو تابعينهم. وهنا كنشوفوا ايان كيقترح على باه فكره، غيسرقوا شي حاجه اللي كبيره مجوهرات او البنكه. ولكن بيسينتي رفض الفكره، قال لي هاد الشيء غيجبد لينا صداع كبير. وهنا كذلك كنشوفوا باللي البوليس مازال تابعينهم. وهنا كذلك ايان غيستخدم الخدعه ديالو وغيوهم البوليس باللي جات عاصفه كبيره وتقلب بهم السياره. وغيتصدموا كذلك البوليس المره الثانيه باللي السياره ما وقع ليها والو وتا هما كذلك ما وقع ليهم والو. وينتقل الحدث. هنا كنشوفوا واحد السيده اللي سميتها ادريانا اللي كانت مراقبه ايان على داك الشيء كامل اللي دار. وهنا غتقلب على البلاصه فين كيعيشوا. هنا كينتقل الحدث لايان وبيسينتي في البلاصه فين كيعيشوا في واحد السفينه اللي مهجوره اللي كاينه حدا البحر. كيبان لينا هنايا ايان ناعس وكيحلم بالوالده ديالو باللي كتغني له وفي نفس الوقت كتغوت. وهنا غيفيق ايان من الحلمه مخلوع، واليوم كان عيد الميلاد ديال ايان. وهنا بيسينتي كنشوفو جبد الصور ديال ماماه وراهم لايان، قال ليه باللي هاد التصويرات تصورات النهار فاش اكتشفنا القوه الخارقه ديالي. وهنا ايان طلب من باه باش يخليه يخرج ولكن بيسينتي منعو. وهنا كنشوفو ايان تعصب، ولكن ملي دخل الغرفه ديالو فكر انه يخرج من السرجم. وهنا كنشوفو باللي الرجال ديال ادريانا قدرت تعرف المكان ديالو وهجموا عليه مباشره ودخلت ادريانا. بدات كتسول بيسينتي على ايان فين مشى. وهنا كتقول ليه باللي ضروري ما غتدي حيت اللي بحالو ما بقى حتى واحد غير هو. ولكن كنشوفوا بيسينتي باللي رفض يهضر معاها. ورجال ادريانا قدروا يتعاقبوا المكان فين كاين ايان. وهنا كنشوفوا باللي ضربوا بيسينتي وداوه معاهم. وكينتقل الحدث كنشوفوا باللي ايان كاين في واحد البلاصه اللي خاصه بالالعاب. هنا قرر ايان يدوز عيد الميلاد ديالو بوحدو. وهنا غيوصلوا رجال ادريانا المكان فين كاين ايان. حاولوا باش يشدوه ولكن ايان ذكي بزاف قدر يتحكم فيهم بالقدره ديالو وغيوهمهم باللي شافوه خارج ولكن ايان كاين غير معاهم. وهنا غيجي واحد من رجال ادريانا اللي حتى هو عنده قدره خارقه اللي هو من المدركين اللي قدر يتحكم في ايان وغيشدوه وغيوصلوه لادريانا مباشره. وهنا كنشوفوه مع ادريانا كتطلب منه باش ينضم للمنظمه ديالها، وهي كتقول ليه باللي معانا غتكون محمي اكثر. ولكن ايان بغى يرفض، ولكن ملي عرف باللي اختطفوا باه قرر يمشي معاهم ولبس الكسوه ديالهم ومشى معاهم. وهنا كنشوفوا باللي خداو منه عينه ديال الدم ولكن حاول يهرب ليهم وغيستخدم الخدعه ديالو باش يوهمهم باللي كاينه واحد الحادثه كبيره في الطريق باش غيوقفوا وغينزل ويهرب. ولكن بالنسبه لادريانا عارفه القوالب ديالو وقالت للسائق غير كمل الطريق ما كاين حتى حاجه. وهنا كنشوفوا باللي وصلوا للمقر ديال ادريانا. وهنا ادريانا بدات كتشرح لايان باللي راه كاين اشخاص اخرى بحالو معاه اللي يقدروا يتحكموا في اي حاجه حتى على الملوك والرؤساء وحتى على العالم كامل. وقالت ليه باللي راه محتاجه ليه معاهم باش تقدر ترجع الحقوق والديمقراطيه للعالم. ولكن كما كنشوفوا هي راه كانت باغا غير تاخذ داك القوه اللي عنده من الجسم ديالو. وهنا كنشوفوا باللي كتسول على داك الشيء اللي كيقدر يدير وقال ليها طلبي شي حاجه نديرها لك بالمقابل غتخليني نشوف با. قالت ليه صافي. وهي غتقول ليه بغيت تحطني معاك في وسط البحر ونفذ ليها الطلب ديالها وغيحطها في وسط البحر. وهنا داتو يشوف بيسينتي واستغرب ايان باللي هما كيعرفوا بعضياتهم من شحال هادي وسولهم فين تعرفوا. قالت ليه باللي تا بيسينتي عنده واحد القوه اللي تقدر تمسك به تولي كتذكر اي حاجه عشتيها. ونض ايان لمس بيسينتي وهنا غيتذكر بعض الذكريات وغيتصدم ايان باللي غيتذكر ملي كان صغير واختطفوا بيسينتي من ماما. وهنا غيعرف ايان باللي بيسينتي ما
ماشي باه. وهنا بيسينتي غيفقد الوعي ويطيح حيت ايان قدر يهز ليه الذاكره ديالو. وهنا كنشوفوا ادريانا واقفه مع المدير ديالها وكتوريه في التحاليل ديال ايان باللي ما فيهم حتى شي خلل في التركيبه ديالو. والمدير استغرب بزاف بالقوه اللي عند ايان. وهنا غيعرفوا باللي ايان ورث هاد القوه من والديه ملي كانوا مدركين. ولكن المشكل ما اقتنعوش من هاد الشيء، قالوا باللي كاين شي خلل حيت المدركين ما كيولدوش، باللي هاد الشيء ديال ايان راه غيكون غير وهم. وهنا يقول ليها المدير خاصنا نقتلوه، ولكن ادريانا رفضات، قالت ليه ما يمكنش نقتلوه حيت ايان مازال محتاجينه لواحد القوه اخرى باش يكمل لينا القوه اللي كنقلبوا عليها اللي هي القوه الثالثه. وزائد راه كاين الشخص الثاني اللي يقدر يكمل لينا هاد الشيء. وهنا غينتقل الحدث لايان. جات عنده واحد البنت اللي الاسم ديالها إستريل، وهي غتقول ليه باللي هادو راه بغاو يديروا فيك تجارب وغتهربوا من داك البلاصه، وغيتعرضوا ليه الرجال ديال ادريانا، ولكن غتيحهم واحد مور واحد. كانت مجهده بزاف فنون القتال. وملي سالات قال ليها ايان ضروري ما غنديو معنا بيسينتي حيت هو عارف بزاف ديال الحوايج على الماضي ديالو. وهنا كنشوفوا عرفات ادريانا باللي تعرضت للهجوم وتامر الرجال ديالها باش يشدوهم، ولكن قدروا يفلتوا ويهربوا. وهنا كنشوفوا واحد المدرك اللي انتحل الشخصيه ديال الدكتور غيجي للمقار ديال ادريانا اللي غيستخدم كذلك القوه الوهميه ديالو. غيدخل المقار ديال ادريانا، وهنا كانت ادريانا خارجه وغيتيح جميع الرجال ديالها بحال الدبان. وهنا كنشوفوا ايان باللي تقلبات به السياره في وسط الغابه هو واللي كان معاه، ولكن ما وقع ليهم والو. من بعد هنا كنشوفوا باللي مشاو يباتوا في واحد الفندق. وهنا بيسينتي مشى ينعس، بقى ايان مع إستريل كيهضروا، وهي تقول ليه باللي هي خدامه مع المدركين ولكن هي ناقصها حاجه وحده، باللي ما عندهاش القوه اللي عندهم. ملي غيكملوا الحديث غيدخلوا عند بيسينتي وغيلقاوه طايح كاو حيت شرب بزاف. وهنا لقى ايان فرصه ذهبيه باش يستحكم في الذاكره ديال بيسينتي وغيشوف الماضي ديالو كامل. وغيبان في هذا الماضي باللي فيها بيسينتي وادريانا اللي كانت كتقلب على شي مدركه اللي الاسم ديالها اورورا. وفي ذاك الماضي لقى ايان كيبان شي عنوان وهو غيبقى عاقل ومسجل ذاك العنوان في الدماغ ديالو. وهنا كنشوفوا ايان قصد البنكه، حاول يمشي ليها باش يسرقها ودخل عند الموظفه حاول يوهمها بداك التلاعب البصري اللي كيدير. وهنا كنشوفوا ايان باللي حاط ليها الشاك ديال الفلوس وهي غتمشي تعطي ليه داك المبلغ، وخرج بالزربه قبل ما يتفضح. وهنا كنشوفوه رجع للفندق وكيطل من السرجم وهو غيقشع المدرك اللي كان هاجم على مقار ديال ادريانا. وهنا مشى ايان يستخدم اللعبه ديالو، ولكن الدكتور حافظ اللعبه وهو يوقف حدا المرايه وهو يبان ليه ايان باللي كاين تما. وقال ليه الدكتور خاصك تعرف باللي المرايه راه كتقتل المفعول ديال الخدعه. وملي شاف ايان هذا ما صلحش معاه اللعب مشى ديريكت هجم عليه، ولكن الدكتور كان قوى منه ووقفو قال ليه راه ما جيتش نضارب معاك، راه انا جيت نحميك وراه قتلت جميع رجال ادريانا باش ما يعاودوش يتبعوك. ولكن هنا كنشوفوا باللي الدكتور دخل للذاكره ديال ايان وقدر يشوف العنوان اللي كان حافظو ايان، ودابا غيطلق ليه وهو طايح فاقد الوعي. وهنا كنشوفوا داخل عليه بيسينتي وكيطلب منه السماحه على داكشي اللي دار ليه كامل، ولكن ايان ما مسوقش ليه. خدا إستريلا ومشى مباشره للعنوان اللي كان حافظو في الذاكره ديالو. هم اللي غيوصلوا للمكان لقاوه باللي مقر قديم ودخلوا باش يكتشفوا لا يلقاو شي حاجه اللي تفيدهم. وهو يدخل لواحد الغرفه وحس باللي هاد الغرفه اللي كان فيها ايان مع امو، وبدا كيكتشف شويه بشويه حتى لقى ديك الغرفه فيها شي حاجه اللي سريه مور الجدران ديال الحيط، وغيلقى تصاور ومذكرات ديال الوالده ديالو. وهنا غيعرف باللي ماما بنت كوميسكي، وغيعرف باللي هو الحفيد ديالو، وغيعرف باللي جدو هو اللي اخترع هاد التركيبه اللي فيه. وهنا انتقل الحدث لادريانا مع بيسينتي في وسط السفينه المهجوره، وكطلب من بيسينتي باش ينضم ليها باش تحاول تعتق ايان من المدرك حيت هو الوحيد اللي يقدر يوقف ضده. وهنا كنشوفوا باللي إستريل اتفقت مع المدرك باش تقول ليه على البلاصه ديال ايان. وهنا كنشوفوا ايان تصدم وايان جبد السلاح. وهنا مدرك قال ليه انا راه ما غناديكش وغنزيدك، انا راه باباك ايان. وهنا تصدم ايان قال له ما يمكنش، قال ليه هذه هي الحقيقه انا راه بابا. وقال ليه باللي هاد القوه اللي عندك راها عندي حتى انا، راه هاد التركيبه اخترعها جدك باش يسيطر على العالم. بدا يحقن في بعض المدركين وحقنا حتى حنا انا وماماك، على داك الشيء بدات كتزرع فينا هاد القوه. وهاد الشيء كامل كان دارو على قبل الحرب اللي كانت جايه باش يكون مستعد ليها. وملي سالت الحرب فكر انه يقتل جميع المدركين مع اتفاق ديال ادريانا، وقدر يقتلهم كاملين، ولكن بقى لهم واحد اللي عنده قوه زايده 2 مرات على مدركين اخرين اللي طالقين عليه الاسم وحش المجنون. وقال المدرك الايان باللي ماماك حملت مني
وهنا تصدمنا كاملين حيت مدركين كان عندهم عقم في الولاده، وخاصك تعرف باللي انت الوحيد اللي تزاديتي من مدركين وتولدتي بهاد القوه اللي عندك. وهنا كنشوفوا باللي رجال ديال المنظمه اقتحموا المكان فين كاين ايان وباه، ولكن باه عارف غيديو ايان، فكر باش ينقذوا منهم وطلع الفوق بدا كيتيريو فيهم ويتيحهم واحد واحد، ولكن كان خلى واحد العنوان اللي غيمشي عنده تما ايان. وهنا كنشوفوا استريل باللي كتساعد ايان وفي الاخر يهربوا، ولكن كانوا بزاف ديال الرجال قدروا يشدوا المدرك ودوه للمختبر باش يعرفوا التركيبه اللي فيه، ولكن للاسف ما بان لهم والو، كان شي خلل تما. وهنا كنشوفوا طالب منهم باش يعطيوه يشرب، وهنا المدرك كانت عنده فرصه باش يستغلها وغيهجم على رجال ادريانا وغيستخدم الخدعه ديالو وغيخليهم يقتلوا بعضياتهم. وهنا كنشوفوا ايان واستريل وصلوا للبلاصه اللي قال لهم المدرك يتلاقاو فيها، وملي غيدخلوا لذاك المختبر غيتصدم ايان باللي ماما كاينه تما في حاله فقدان الوعي. وهنا كنشوفوا جا المدرك وقال ليه باللي هذه راه ماماك وراه هي اللي زادت لك التركيبات الثانيه في الجسم ديالك. وهنا كنشوفوا ايان قدر يدخل الذاكره ديال ماما، وهنا غيشوف التركيبه اللي دارت ليه، وهنا يقول ليه المدرك باللي باغي يعرف النوع ديال التركيبه، ولكن ايان رفض. وهنا المدرك حاول يدخل في الذاكره ديال ماما، ولكن اورورا حاولت تقاوم وفي الاخير غتوفى تما. وهنا كنشوفوا باللي الرجال ديال المنظمه قدروا يجيو للمكان، وهنا ايان جمع القوه ديالو كامل وقرر ينتقم من كل شيء على داكشي اللي داروا كامل في الوالده ديالو، وخدم القوه ديال التوهيم وخلاهم يقتلوا بعضياتهم. وهنا غتجي ادريانا وتجبد عليه السلاح مباشره وتقول ليه باللي المدرك هو اللي اختطف ماماك، وزائد هو اللي دار فيها هاد الحاله كامله. وغيجي بيسينتي وغيقول ليه باللي داكشي اللي قالت ادريانا هو اللي كاين، راه المدرك باغي يستغلك باش ياخذ منك التركيبه، ولكن ايان مازال شاك. وهنا المدرك غيجبد السلاح ويرميه لبيسينتي وغيتحكم فيه، وبيسينتي غيقتل راسو براسو. وهنا المدرك غيختطف استريلا وغيهرب، وهنا ايان تصدم ومشى لبيسينتي. وهنا بيسينتي قبل ما يموت قال ايان دخل الذاكره ديالي باش تعرف الحقيقه كامله. وهنا غيشوف ايان باللي الوالده ديالو اللي قالت لبيسينتي باش ياخذ ايان بعيد على المدرك باش ما يديرش شي تجارب عليه. وهنا ايان تصدم باش عرف باللي بيسينتي ضحى بحياته على قبله. وهنا مشى ايان يقلب على المدرك، ملي وصل ليه جبد المدرك السلاح وحطو على استريل. وهنا كانت الصدمه، غتدخل ادريانا وتقول ليه باللي ما كاينه حتى شي بنت هنا، ورا ما كاينش شي بنت سميتها استريل، باللي هذا غير وهم صنعو مدرك باش غيوهمك به. وهنا زاد تصدم ايان بعد ما كان معلق باستريل. وهنا غيجبد السلاح ايان وغيقتل المدرك مباشره. وهنا كنشوفوا ايان وادريانا حدا المقبره، وادريانا مازال ما فقدت الامال، مازال كطلب من ايان باش ينضم ليها. وهنا ايان قال لها مازال ما مستعدش، ملي غتجي الوقت نتصل بك، وخلات ليه النمره ديال التليفون. وهنا كنشوفوا الوهم ديال المدرك مازال تابعهم، مازال عايش معاه، وكاين استريلا حداه وكيسمع الادريانا كتقول المدير الا ما انضمش لينا نقتلوه. ولكن في الحقيقه هذاك المدير ما كاينش في الوجود، هذاك كذلك وهم من اوهام المدرك. وحتى لدابا كنظن سالينا هذا الفيلم، وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وكنشكركم كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.